اهلا وسهلا بيكم في قناة كرويات كروي. يا ريت نعمل لايك سبسكرايب للفيديو، لايك سبسكرايب يا ريت لغاية ما نعمل لينك كده يبقى سهل معاكم. فيا ريت نعمل لايك سبسكرايب. معاكم امجد، قناة كرويات كروي. طيب هنتكلم عن مستجدات صفقات الاهلي ومستجدات صفقات الزمالك والقرارات الاخيرة حصلت الاهلي والزمالك وكده بشكل سريع. هنقول اللعيبة، موقف كل لاعب في الاهلي وفي الزمالك في الصفقات، ومراحل التفاوضات. هل اللعيب اقترب؟ هل اللعيب في الردوش الأخيرة؟ هل مجرد مفاوضات؟ هل في صعوبات؟ كل موقف كل لاعب من صفقات الزمالك. الحد الأقصى لصفقاته 5. الأهلي عمل كم صفقة ولسه فاضل له 2 تاني. ممكن يكون الاتنين التانيين واحدة أجنبية واحدة محلية، ده بالنسبة للأهلي. طيب الزمالك هنقول مع بعض كل لاعب موقف الزمالك حصل ايه معه. اول اللاعب الكونغولي، مدافع اسمه ميرفل بوكادي بيلعب في منتخب الكونغو الدولي. عمره 28 سنة، كان بيلعب في النادي ستاندر ليج البلجيكي وكان بيلعب في مازيمبي. ده ممكن يكون اقرب مدافع، يعني اقرب لاعب يكون الزمالك هيخلص الصفقة دي. اقرب لاعب في الصفقات اللي هنقولها يكون هو المدافع الكونغولي، والزمالك في حاجه لمدافع برغم من ضم احمد حسام لان انت عندك المسلوسي مصاب والونش لسه بيعاني من اصابه وما عندكش حد يعني في نادي الزمالك. طيب اللعيب الثاني حسب ما صرح مسؤول ناديه ان هو بيتفاوض مع الزمالك ياسين مرعي. على فكره ياسين مرعي الاهلي دخل في المفاوضات من فتره وكولر معجب بيه، وكان في الزمالك. اللعيب ده من ناشئ الزمالك، كان بيلعب في الزمالك قبل كده ولعيب مساك كويس وامكانياته هايله وبيوقف صح وعامل مستويات هايله. ده الزمالك بيفاوضه مع جيفرسون انكادا. انا مبسوط لمركز الباك اليمين انكادا. في ناس كتيره زملكاويه وجمهور الزمالك بيقول احنا عندنا لعيبه وكده، لا، هو عمر جابر لعيب كويس ومقاتل وخبرات، بس لعيب تقليدي. يعني ايه تقليدي؟ ما عندوش ابداعات، ما عندوش مثلا يخترق من العمق يعدي من 1 و2 و3 ويصوب او يعمل 1 2، او تلاقيه مثلا يعمل ثرو باس، يعمل كرات بينيه. لا، هو لعيب تقليدي. ويعني احنا عايزين حد يكون متطور. فجيفرسون انكادا اقوى، واقوى كمان في الناحيه الدفاعيه، اقوى في الهجوم والسرعه والانقضاض والهجمات المرتده والناحيه الدفاعيه. فطبعا هيكون صفقه مميزه للزمالك جيفرسون انكادا. الحسن كروما في اختلاف. بص، احنا مش هنقول الصفقات حلوه ولا وحشه الا لما تلعب، لكن الحسن كروما في اختلاف. الزمالك واصل المفاوضات معاه 200,000 دولار بنية الإعارة، ولو هيتم البيع يدفع 800,000 دولار الزمالك للنادي بتاعه. بيلعب في نادي الشحانية القطري. اللعيب مهاري سريع، عندي نسبة مراوغات غير طبيعية، بس الفينيشنج بتاعه اللمسة الأخيرة مش كويسة. مميزاته كويسة، بس كمان عيب الفينيشنج. ما اعرفش هل هيقدر يعالجه جروس او اي مدرب تاني هيجي الزمالك. هنحكي على موضوع جروس وكده. فالمفاوضات بتقترب. الزمالك وصل اتفاق، لم ينهي الصفقة حتى الآن، لكن وصل لاتفاق، لكن ما خلصش الصفقة لأن في تردد بيفاضلوا بينه وبين لعيبة تانية. لأن زي ما قلنا عندي إمكانيات كتيرة وإمكانيات هايلة وسريع ويتحرك صح وبيلعب في أكثر من مركز، لكن الفينيشنج بتاعه سيء جدا. وحكاية الفينيشنج دي مشكلة. أنت عندك مصطفى شلبي عندي إمكانيات لكن الفينيشنج ضعيف، فأنت كده في نفس القصة. فهل الزمالك برغم من لجنة الإنقاذ والصفقات دي والناس بتتحرك، يعني الناس بتتحرك بسرعة وعندهم خبرات وكده، هل الزمالك لا زال يبحث عن صفقات فري؟ أنا شايف إنه فعلا بيبحث عن صفقات مجانية. يعني نفس القصة برضه بيجيب لعيبة مبالغ قليلة مش كتيرة. فدي مشكلة يعني لسه قائمة في الزمالك، إن هو الصفقات لسه على يد الإيد. يعني الصفقات لسه على يد الإيد، لكن الزمالك يحتاج صفقات حتى لو معقولة أو مقبولة. يحتاج لأنه ما عندوش، يعني في أكتر من مركز في الزمالك ومفيش غير لاعب واحد. يعني دي أزمة، في نواقص كتير.
لكن اللجنة شغالة والناس شغالين، وكابتن ميدو وهيثم فاروق وكابتن حازم إمام وأستاذ عمرو الجنايني وعيلة العدل، والناس دول محبين للزمالك وشغالين، يعني الناس بيبذلوا مجهود. وميدو له علاقات ولعب مع لعيبة كتير دولية، وله علاقات في أوروبا وفي إيطاليا وفرنسا، لعب في كل الأندية الأوروبية. محمد شريف ومصطفى محمد، نقول لكم خلاصة محمد شريف، أخبار بتتناقض. محمد شريف مش هيجي الزمالك، أنا هقول لك ليه. محمد شريف مش عايز يخسر جمهور أهلي، خايف من غضب جمهور أهلي، خايف من الغضب الشديد. اتعرض على كولر تاني أمس، كولر رافض وعايز يجيب لاعب أجنبي. محمد شريف متردد وخايف من إتمام الصفقة، فمش هتتم. ومصطفى محمد لن يذهب لأهلي ولا زمالك. مصطفى محمد يا إما يستمر في نانت، يا إما ينتقل إلى نادي أجنبي آخر أو نادي أوروبي. لكن زي ما قلت لكم كده، محمد شريف ولا مصطفى محمد انسى إنه يجي أي نادي في الفترة الحالية. ممكن محمد شريف لو صمم يرجع مصر ممكن يروح نادي تاني، بس الزمالك لا. ممكن يروح بيراميدز مثلا. رومارينهو لاعب اتحاد جدة السابق، كان في جلسات زوم وفي اتفاقات بتتم مع اللاعب ومع النادي. ممكن يكون يعني بيقترب، بس الزمالك لم ينهي زي ما قلنا، بيعمل يقرب خطوات واجراءات اتفاق، وبعد كده يقرر ياخد مين من 2 3 مثلا في الجناح وياخد هذا اللاعب بناء على اتفاق لجنة الكورة مع المفروض يعني مع جروس وإدارة الزمالك. الصفقة المميزة اللي هو لاعب تحت السن، اللعيب المهاري ومن أكاديمية المغرب. أكاديمية المغرب دي مطلع نجوم بتلعب في الدوري الفرنسي، لعيبة يعني متشكلة كويس، متأسسة كويس. معاذ الدحاك الزمالك فيه تردد، كمان النادي بتاعه رافض، بيقول انا محتاجه وكده، لكن الزمالك لو ضغط يقدر يجيب اللاعب في مركز بيلعب مركز جناح، لعيب مهاري، لعيب حريف، عنده قدرات عالية جدا جدا، موهوب. فالزمالك متردد في صفقة معاذ الدحاك، زي ما قلنا مش داخل بقوة. يعني اللاعب اللي دخل معاه الزمالك بقوة ومراحل مفاوضات متقدمة وفي ترحيب، محمد بخاش لاعب حسين أغادير. هو قدراته كويسة، بس معاذ الدحاك أفضل منه، يعني هو قدراته كويسة لكن الدحاك أفضل منه. طيب محمود صابر، محاولات الزمالك حب يجيب محمود صابر، بيراميدز رحب، قالوا يعني ممكن يقطع الإعارة مع سموحة. طبعا كالعادة سموحة رفض إنهاء أو قطع الإعارة، وبيراميدز قال له ممكن لما يرجع اللاعب يحصل مفاوضات لضمه نادي الزمالك. بالنسبة لجنش في اتجاه في الزمالك تأجيل مفاوضات لنهاية الموسم. جنش لسه مش قادرين نحكم على المستوى، ماتشات حلوه وماتشات لا، لكن هو بصراحه جنش لعيب عندي قدرات وعندي خبرات وحارس مميز. يعني جنش ممكن يكون افضل من محمد صبحي بمراحل، وممكن يكون قريب من عواد او افضل سنه. يعني جنش وكفايه خبراته وطول القامه اللي عنده، يعني عمل مستويات حلوه، فتم تأجيل الصفقه، وان كان الزمالك محتاجه بصراحه الفتره دي. طيب جروس مستمر حتى اشعار اخر. بص كده، لازم الوكيل يقول المدرب مستمر، المدير الفني. الزمالك يعني هو اللي مأجل اقالة المدرب، حكاية اللي هو الشرط الجزائي تقريبا 2 أو 3. بس عشان اقول الصراحة، اذا كان جروس ليه فترة ما بيدربش وجاي الزمالك ويعني نتائجه قريبة من جوميز، لو انت حسبت الارقام هتلاقي نسخة من جوميز. جروس يعني انت مثلا هو ليه فتره ما بيدربش وانت ما جبتلوش صفقات، انت تحاسبه لما تجيب له صفقات، لما تجيب له اللعيبه النواقص اللي عنده. فريق عندك ناقص اكتر من 7 8 لعيبه وفي مراكز حساسه، وما جبتلوش اي صفقات وبعد كده بتحاسبه. فالمسؤوليه مشتركه بين الاداره وبين جروس على أداء الفريق. الإدارة بطيئة في تصرفاتها، بدأ الإصلاح لكن متأخرا، بس أفضل يعني في تحرك وفي لجان إنقاذ. وجروس في نفس الوقت مدرب يعني ما عندوش إبداع ولعبه تقليدي، وليه فترة ما كانش بيدرب، وفي نفس الوقت ما هوش كمان أوراق يستخدمها. فعشان نقول حقك أنت جيب له صفقات وبعد كده حاسبه.
يقال ان ميكالي ممكن يكون بديل، وكارترون طبعا الجمهور كله عايز ميكالي، ما حدش عايز كارترون. كارترون كرته تقليديه، ما بيلعبش غير الكره اللي هي العاليه من ورا المدافعين، ما فيش غيرها الكره دي، ومشي من الزمالك والجمهور غير راضي عنه. ميكالي طبعا بيعمل مستويات هايله وكره قويه، ولاعيبه الزمالك في 6 منهم، يمكن 6 أو 7 لعبوا معاه منتخب اولمبي وعندي خبرات. فجروس باقي حتى اشعار اخر، وغالبا ممكن يكون حتى مباراة الاسماعيلي او مباراة الاهلي. بعد مباراة الاهلي ده يعني ممكن يكون يتحدد مصير جروس في هذه الفترة. هو المفروض يعني استقرار شوية، يعني ممكن هو يعني يجيب له صفقات وتحاسب وتستنى عليه شوية المفروض يعني. البنوبي وزيكو زد قفل الدنيا قدام ميدو وقدام من إدارة الزمالك. الزد والبنوبي انسوا، ما فيش يعني، في تعنت وفي مغالاة في الأسعار، وفي نفس الوقت الأهلي رجع يفاوض زد على البنوبي أو زيكو، وكولر عايز البنوبي مش عاوز زيكو، وممكن تلاقي البنوبي في الأهلي. فدي علاقات بين نادي زد ونادي الأهلي. طيب عبد الرحمن بوداح مهاجم الجزائري، تم تجميد الصفقة معلقة، يعني الزمالك عمل نظام جس نبض وتم تجميد الصفقة لحين نشوف الأفضل، لأن هو هو لاعب كويس وبيلعب أكتر من مركز، لكن هم بيفاضلوا بينه وبين زي ما قلنا لعيبة تانية. قلنا تم تأجيل نهاية الموسم. يسر وحيد بمفاوضات متقدمة، ترحيب من لاعب، ترحيب من نادي الجيش، وممكن انهاء الصفقة بسهولة. ويسر وحيد من اللعيبة المحلية المطروحة في نادي الزمالك، وبيلعب باك شمال، وبيلعب خط وسط مهاجم، وبيلعب جناح، يعني لعيب، هو لعيب مهاري. اللعيب التاني ممكن يكون مفاجأة في الزمالك، والاهلي كان عايز يجيبه، لعيب مهاري جدا جدا، لاعب بتروجيت، رشاد المتولي، افتكر الاسم ده، رشاد المتولي، من ضمن الحسابات. زي ما قلنا الاسماء كتيره، انا قلت يمكن 12 اسم. الزمالك حسب المفاوضات وحسب الافضليه والارقام هياخد 5 منهم زي ما قلنا. في شخصيه محترمه جدا. بالنسبه لمحمود صابر، احنا قلنا موقف محمود صابر. استاذ عمرو وهبه هيمسك مدير تعاقدات، وكمان هتتعمل شركه تعاقدات ولجنه تعاقدات هيكون فيها مسؤولين تانية، اشكال جديده. استاذ عمرو وهبه كان شغال في برزنتيشن قبل كده، احد الكفاءات وشخصيه معروفه وليه علاقات، وحاليا يعمل مدير تنفيذي في نادي الزمالك، فتم ترشيحه لمنصب مدير التعاقدات. دي خطوه كويسه، في هيكله في الزمالك، في لجنه كوره، في شركه كوره في خلال الاسابيع القادمه. احمد حمدي يعود، طبعا الاصابه طولت داخل على 9 شهور، هيعود في شهر مارس، هو تقريبا اتصاب في مايو. طبعا مكسب كابتن ماجد، مكسب للزمالك، ولاعيب هايل اخلاقا ولعبا واداء. بنتاج سليم، اهم حاجه سلامه اللعيبه. الاصابه اللي حصلت معاه اتعمل فحوصات وتحاليل وكل حاجه واشعه، والحمد لله اللعيب سليم، والحمد لله مش عايزين اي لعيب يتصاب في اي نادي. فنشكر نشكر ربنا ان هو لعيب بخير محمود بنتاج، وفي نيه ان هو يشارك دقائق افضل نظرا لهبوط مستوى احمد فتوح. ومحمد حمدي كمان في نية انه يشارك بشكل كبير بدلا من مصطفى شلبي او فتوح، لهبوط مستوى شلبي وفتوح. دي نية جروس. وسام ابو علي يقال انه متمرد، هو مش مصاب، وحاليا بيحاول يرجع بعد تألق جرادي شار، خايف على مكانه، لكن هو كان جيله عرض ضخم والاهلي رفض، وهو طالب التردية مبلغ ضخم، او رحيل اولا، والتردية ده مبدأ الاخير اللي يلجأ ليه. فحاليا اللاعب بيحاول يرجع لقائمة هو، لكن الاصابة تماثل الشفاء زي ما قلنا، هو عايز يمشي ويحترف بره. فدلوقتي طبعا بعد تألق جرادي شار هتلاقي وسام ابو علي تطلع اخبار انه يلعب عشان يلحق مكانه طبعا، لكن هو اللاعب سليم. دي الاخبار اللي بتتقال من داخل النادي الاهلي يعني. رحيل علي معلول، بقائه لنهايه الموسم ورحيله، الجمهور بيطالب بيه، لاعب لمسيره قويه مع النادي الاهلي وانجازات وارقام وعمل تاريخ مع النادي الاهلي. كولر رفضه، وبصراحه الاداره رافضه، لان كولر الاداره بتفرض عليه حاجات كتيره وبتفرض صفقات، وهي ماسكه الصفقات، ماسكه الموضوع كله، بس هي قال لك نجيبها في كولر بحيث
يبقى احنا ما قصرناش معاك. فتقريبا كولر يعني هو مش هو الاساس، هو الاساس الاداره. اللاعب طبعا سنه كبر، وفي نفس الوقت اصابته كبيره وغايب لي فتره، فممكن يكون ده السبب يعني. رفض رامي ربيعة وياسر والشناوي. اللي يقول لك الشناوي يجدد، الكلام ده غير صحيح، لم يجدد بعد وليه مطالب مالية والأهلي رفض المطالب دي. نفس الكلام ياسر إبراهيم ورامي ربيعة لم يجددوا حتى هذه اللحظة. في لاعب اورلاندو باتروس، لاعب قوي اسمه موفو كينج، معروض على الاهلي وفي مفاوضات قويه، بيلعب جناح وتحت السن ولاعب مهاري ومكسب لو ضم الاهلي. وزي ما قلنا الاهلي بيلجأ لزيكو والبنوبي هو طلب كولر قبل كده. دي كانت كل اخبارنا، كان معاكم امجد. تنساش نعمل لايك سبسكرايب. تحياتي لكم، الى اللقاء.